أخطأ الجنرال ياسر الأطا خطأ شنيع وفادح بأن يسمي هؤلاء بمكعكات. والله ده خطأ شنيع ما بعده خطأ. والحاجة هنا الحشرات دائما رسالتها سامية والله عالية شديد. سورة كاملة في القرآن مسمية بسورة النملة. النملة ما حشرة، النملة حشرة. وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. دي نملة أنقذت قومها، ديل أهلكوا قومها، ديل أهلكونا وأهلكوا العملوا ما هيعملوا الحشرات. تيجي تعترض انت يا قحاط تقول ليه سموهم كعكات؟ طيب الأقدم لفظ أبولدة ولفظ فلنجاي ولا مكعوك؟ مين اللي سمانا فلنجايات؟ ده هل تجي الليلة تعترض عليها لفظ مكعوك؟ طيب حتى الطيور لو قلنا الطيور زادة وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. السبب شنو؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يعني دي طيرة، دي طيرة يا أخي. لكن هو أصلا لما الإنسانية تنتفي الإنسان بتمسك في أقبح الأشياء بدون يخرج منها موضوع. يعني أقسم بالله أنا بشوف إنه دي تفاهة بإنه تناقش هكذا مواضيع عبر الجزيرة ولا عبر الحديث ولا دي تفاهة والله. دي تفاهة. يقول لك قال ياسر الأطا سمام بمكعكات. أخطأ والله، أخطأ ياسر.